السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة في أكلة هنية مع ماما وسلمى. تعالوا نشوف هنعمل غدا ايه النهاردة. نشوف مكونات وصفتنا النهاردة. تعالوا ندخل الفيديو، يلا بينا. بسم الله. ومعانا مكونات وصفتنا النهاردة. انا معايا ايه؟ فراخ مقطعاه كده، ومعايا هنا ايه بصلايه كبيره انا مقطعاها وحاطه لها ملح وفلفل وحبه بهارات صغيره. طبعا انا الفراخ دي غسلاها كويس جدا ومنشفاها كمان، وهحط عليها البصله بالتوابل بتاعتها دي. يلا بينا. اهو البصلايه بالتوابل. هعمل انا ايه بقى؟ هدعك انا بقى البصله دي كده اهو مع الفراخ كده اهو. طبعا بعد ما ادعكها كده بيها، انا الفراخ دي انا هسلقها. انا ايه بعد ما ادعك بقى كده كويس جدا يعني الفراخ، انا بقى ايه هسيبها في التلاجة حوالي ايه ساعتين كده، وبعدين اسلقها. ماشي. خلاص يا حبايبي، انا بعد ما تبلتها كده زي ما انتم شايفين كده بالبصل ده، انا هركنها بقى في التلاجة كده ساعتين، واولع عليها بقى ايه تتسلق بالبصل بتاعها ده. اه يا حبايبي، الفراخ بتاعتي ايه بعد ما تبلتها وحطيتها في التلاجة حوالي ساعتين كده، انا دلوقتي ايه بالمحله بتغلي اهي في الميه، واحطها بقى تتسلق فيها ببصلها كده. وحاطه معاها قطايه. انا بقى ايه هسيبها تستوي، وبعدين نشوفها بقى هنعمل ايه بعد كده. وجنب الفراخ دي يا حبايبي انا هعمل ملوخيه، واعمل جنبها ايه مكرونه محمره. اهو انا بحمر فيها اهو. اهو حبايبي انا بحمر طبعا المكرونه اهو. حطيت عليها بقى ايه بصلايه وشويه ملح وشويه فلفل، يا دوب بس كده ايه شويه دقيقه كده، قلبها معايا دقيقه كده. هنزل كمان فص ثوم واحد كده. الحاجات دي على فكره بتدي طعم جميل جميل جدا. وكمان مكعب مرق كده، ونقلب برضو. وفي الاخر بقى انا ايه هسقيها بالشوربه، بس برضو هحط لها حاجه تانية اللي هي ايه قطايه كده مقطعاها صغير. اهو حبايبي بعد ما حطيت الطماطمايه بقى حطيت الشوربه بتاعتي اهو. وبعدين ايه هعمل ايه تاني بقى؟ هحط الغطا، هسيبها بقى ايه تستوي وهوطي عليها. ادي حبايبي الفراخ بعد ما سلقتها انا حمرتها كده بالشكل ده. انا عملت جنبها بقى ايه ملوخيه كده، وعملت مكرونه محمره اللي وريتها لكم وانا بعملها. وطبعا انا بعمل الفراخ دايما في السليق، ما بسلقهاش كده وخلاص، لازم اعمل البصلايه دي، والله والله بتفرق كتير. وشاهدوا الفيديو اذا عجبكم، ما تنسوش بقى في اللايك والاشتراك، وده طبعا فضل وليس امر. تفعيل الجرس عشان ينزل لكم كل جديد.
والسلام عليكم.